عرايس كتير بتسألني ايه الأعداد المطلوبة في جهاز العروسة. طبعا عملت فيديوهات قبل كده، ولكن جيت لكم تاني علشان السؤال ده اتكرر كتير، واخرهم كان النهاردة وكان لازم ارد عليه. وطبعا الإجابة هتكون طويلة، فحبيت اعمل لكم فيديو علشان تستفادوا. بصي بقى يا حبيبة قلبي، صلي على النبي معايا الأول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خليكي معايا كده وتعالي نشوف ايه الأعداد المطلوبة. بصي بقى، أول حاجة هتبتدي بصواني الفرن وصواني الكيكات والألمونيات. هنجيب انتوا شايفين القالب بتاع المولتون كيك ده، هتجيبي منه 2 بس كفاية. تمام. طبعا الأسعار هتلاقوها في الفيديوهات اللي فاتت، انزلوا كده في القناة اعملوا جولة هتلاقوا الأسعار كلها في الفيديوهات. بس النهاردة حبيت أجاوب على السؤال ده. وعندي سؤال تاني اللي هو نجهز امتى، من سن كام؟ هتجهزي يا حبيبه قلبي من سن 10 سنين. هتجيبي ايه؟ هتجيبي برضو نفس الحاجه اللي انا هعرضها لك في الفيديو ده. هتجيبي كمان قالب للكيك، يعني على شكل مثلا قميص ده اللي انا جايباه، على شكل قلب، على شكل مثلا على شكل قطه، على شكل ارنب، بيكون موجودين دلوقتي في السوق ومتاحين وسعرهم يعني على قد الايد. بس كده اللزوم يعني الدلع والروشنه كده وعروستك تفرح وتعمل حلويات. فانت هتجيبي برضو قالب واحد. وهنجيب القالب ده بتاع الكب كيك، برضو هتجيبي قالب واحد كفايه قوي. في منه طبعا الخامه دي، وفي منه خامه جرانيت كده، الاتنين كويسين، يا تجيبي ده يا ده، بس اهم حاجه واحد بس كفايه. هنخش كده على صواني الفرن. صواني الفرن طبعا انت عارفه، في للبسبوسه وللبيتزا، وده بيبقى طقم واحد بس بنستخدمه للبيتزا والبسبوسه. وفي كمان اللي هو الطقم المربع والطقم المدور. دلوقتي انا بوريكي طقم البسبوسه والبيتزا. هتجيبي طقم واحد ألمونيوم، بس نصيحتي هاتيه الدهان. عنوان الدهان هسيبهولك في اول تعليق مثبت، علشان ما تروحيش المحلات ويدوكي حاجه مغشوشه. تمام. انا هنا جايبه 3 صواني طقم واحد للبسبوسه وللبيتزا. طيب، في منه الطقم بتاع البسبوسه ده في منه جرانيت وفي منه ألمونيا. اجيب ايه؟ هاتي الألمونيا، طبعا الألمونيا افضل من الجرانيت مليون مليون مره. بس لو انت عندك امكانيات وعايزه تجيبي الاتنين، مفيش مشكله، هاتي الألمونيا اساسي وابتدي هاتي الجرانيت لو انت عندك امكانيات. بس كده. لكن لو ما عندكيش امكانيات وعايزه تلم الدنيا او عايزه تعرفي الاساسيات، يبقى هتجيبي طقم ألمونيا. وزي ما اتفقنا في الفيديو ده، ان انا هقول لكم على اساسيات الاعداد. يعني انا بقول لك هاتي كذا، انت ممكن يبقى عندك امكانيه تجيبي الحاجه بدل الحاجه حاجتين، دي حاجه بقى بتاعتك انت. تمام. دي كده تالت صينيه في الطقم. طيب، السوا بتاع الجرانيت افضل ولا الالومنيوم؟ لا، الالومنيوم طبعا السوا بتاعه افضل بكتير جدا جدا. محدش يخدعك ويقولك الالومنيوم مش صحي ابدا. عايزه اقول لكم الجرانيت وكل انواع الحلل اللي موجوده في السوق والتيتانيوم وكل الحاجات دي، هي اصلا المونيا. هي اصلا المونيا ومدهونه، واخده طبقه ومدهونه، وبعد كده بتقشر وتنقر وتطلع، وبرضو احنا بنطبخ فيها وهي مقشره، لان الطقم دلوقتي بقى ب20,000 جنيه، وب15,000، واقل حاجه كويسه هتبقى ب10,000. فالطقم الالمونيا يا بنات حلو قوي، سواه كويس، بيوزع الحرارة جوه الفرن، بتلاقي السوا بتاعه محني كده وحلو وواخد اللون الوردي من تحت. لكن الجرانيت واي خامة تانية بتحرق لك الصواني من تحت وبتخلي لونها مغير. يبقى احنا هنجيب طقم واحد للبسبوسة وللبيتزا. زي ما قلت لك كده، ممكن تجيبي طقم تاني لو عندك امكانيات، ما عندكيش هاتي واحد بس. هنجيب قالب للكيك من اللي هو بالشكل ده، اللي بيكون مخروم ده. ليه بالشكل ده؟ لانه هو مفيد في كذا حاجه. اول حاجه، انت مش هتستغني عن الكيكايه المخرومه اللي هي بتبقى بالشكل ده. تمام. تاني حاجه، انت ممكن تعملي فيها طاقية السلطان، ممكن تعملي فيها اي حاجه، فانا لاقيها ان هي مفيده جدا. تالت حاجه بقى، انك ممكن تحطي فيها بطاطس وخضار، وتوقفي الفرخه ببطنها كده، تدخلي البطن بتاعت الفرخه جوه الحته العاليه في الصينيه. فناس بتعمل بيها وصفات كتير، فهاتيها. هاتي برضو واحدة بس، ولو جبتي يا تجيبي المقاس الوسط
يا تجيبي المقاس اللي هو الصغير، بلاش الكبيرة قوي. تعالوا بقى نخش على صواني الفرن المدورة، طبعا مفيش غنى عنها. هنجيب طقم واحد ألمونيوم بس، هتجيبيه الدهان. طيب في طبعا من الصواني دي ألمونيا، وفي جرانيت، وفي سيراميك. ايه افضل في السوى؟ طبعا الألمونيا زي ما قلتلك، بدون منافس، ما تفكريش كتير. طيب كخامة وكاستعمال، لا طبعا الألمونيا، لأن انت الصواني معرضة لأنك تقطعي بسكينة مثلا البسبوسة، الكيكة، الجلاش، الرقاق، فطبعا بتتعور معانا. علشان كده بقولك الأفضل الألمونيا، فبجد الألمونيا أفضل بكتير. زي ما قلت لك اهو، علشان خاطر بتحافظي على الالومنيا، ما بيجرالهاش حاجه لو قطعتي فيها والسكينه خربشت فيها، ما بتقشرش معاكي. وكمان السوا بتاعها، السوا افضل بكتير من الجرانيت والسيراميك او التيتانيوم والحاجات دي. يبقى كده طقم الالومنيا ده اللي هو الصواني المدوره، هتجيبي منها طقم واحد. زي ما قلت لك، انا بقولك على الاساسيات. انت برضو لو حابه تجيبي وعندك مقدره تجيبي طقم تاني من اي نوع، سواء تيتانيوم او جرانيت، هاتي. انا مش هقدر اقولك ما تجيبيش، بس انا بقولك على الاساسيات. الحاجة غالية، وعاوزين ايه؟ نسهل على اهالينا. سهلوا على اهاليكم يا عرايس، يعني بلاش ايه تجيبوا الحاجة عمال على بطال، او اللي تنفع واللي ما تنفعش. شوفي الحاجة لو عملية هاتيها، لو مش عملية بلاش كركبة في المطبخ، عشان مطبخك يبقى رايق. وفي نفس الوقت الحاجة دلوقتي اسعارها مولعة نار، علشان تجيبي طقم صواني هتخش في 1500. يبقى احنا كده قلنا طقم الصواني ده هتجيبي منه طقم واحد، وحسب برضو امكانياتك. تعالوا بقى نروح للطقم المربع. طبعا ده طقم الطاجن المستطيل مش المربع. الطواجن دي مش بيكون فيها مربع الا الفرداني، لكن الطقم اللي هو على 3 قطع ده بيكون مستطيل، لانه بيبقى افضل بكتير قوي من المربع. طيب نجيب بقى برضو طقم الألمونيا ده، ده الدهان يا جماعة، نجيبه ولا نجيب الجرانيت؟ في طقم جرانيت بيكون قالبين بس، مش 3، 2 بس، وسعره برضو معدي 1500. وتحس ان هو خفيف جدا، ويدوب كده مرشوش طبقة جرانيت. فانا قلت لا، يعني بما ان هنستخدم سكاكين ومقاطع وحاجات، يعني بنقطع الحاجات بتاعتنا، سواء معجنات زي ما قلت لك كده، او حلويات او فالجرانيت هيقشر وهيتخربش وهيبوظ، وبرضه هخش على طبقة الألمونيا اللي موجودة تحت الجرانيت. فبما ان كده خليني في الألمونيا. برضه الطواجن دي حلوة قوي قوي. هقول لك بقى في ايه. للجلاش مش هتقطعي الورقة، هتاخدي ورقة الجلاش كده تفرديها على طول. لو هتستعملي الصينية الصغيرة هتتني ورقة الجلاش، بس هي هتحط بطولها كده. لكن الصينية المدورة لازم بقى نقعد ايه، نطبق يمين وشمال عشان تاخد التدويرة. نجيب ايه؟ نجيب طقم واحد بس، برضو الدهان. خلي بالك انا بقولك الدهان علشان يبقى انت جايبة ماتيريال عالي، وكل ما تغسليه يضوي كده ويلمع، وفي نفس الوقت ما يطوزش معاكي، تحبي تستخدميه وتغسليه. لكن لو انت جبتي تقليد الدهان، بجد بيطوس وما بيبقاش حلو. فهاتي طقم الدهان، هيفتح نفسك لكل حاجة والله، وهيبقى في غسيله سهل جدا. برضو زي ما بقولك كده، لو انت عندك امكانية تجيبي بقى وتزودي وتجيبي طقم الجرانيت، تمام مفيش مشكلة. بس بجد انا شايفة انه حرام. هنا كده القالب بتاع الكيك. طبعا زي ما انتوا شفتوا كده في بداية الفيديو، انا كنت جايبة قالب المولتون كيك الصغير، وجبت الكب كيك، قالب الكب كيك ده لازم منه، ده ملوش علاقة بقى بالقالب بتاعنا دلوقتي ده. فكان لازم نجيب القالب ده. هتجيبي برضو، انا برجح تجيبيه جرانيت، ما تجيبيهوش ألمونيا. ليه؟ في تواني وفي واخد شكل الوردة في الألمونيا، مش هتعرفي تغسليه، فخليكي في الجرانيت. تمام. هنا كده انا جايبه صينيتين للعزومات، صينيتين مستطيلين للعزومات. بصي بقى، انا اديتها واحده
وانا خدت واحده، يعني ما تجيبيش اتنين، هاتي واحده بس. بما ان احنا جايبين طقم الدهان وفيه نفس الحجم بتاع الصينيه دي، هنخليه للجلاش الصينيه الكبيره. وانا جايبه هديها صينيه من الاتنين دول علشان تعمل فيهم المكرونه البشاميل، لان المكرونه البشاميل بتحتاج حاجه عاليه علشان بتفور في الفرن وبتقع منك. تمام، فهاتي الصينيه للعزومات يكون حيطتها عاليه او جنابها عاليه، للمكرونه البشاميل تاخد معاكي كيلو مكرونه او كيلو ونص. هتجيبي برضو صينيه واحده، وهتجيبي من كل طقم من اللي انا وريتهم لك طقم واحد، ده الاساسي. وعلى فكره هيكفوكي وهيوفوا وهيملوا مطبخك وكل حاجه. ومش عيب، عايزه اقول لك انا مش جايبه لا جرانيت ولا جايبه سيراميك ولا جايبه تيتانيوم ولا جايبه اي حاجه. الصواني دي اللي انا جايباها جايبه ألمونيا من كل شكل، جايبه طقم بس. بلاش تبصي للناس وبلاش تخافي وتقولي الناس هيقولوا عليا ايه، لا خالص. انت بدل ما تروحي تجيبي طقم ألمونيا يكون ألمنيته وحشة وتروحي تجيبي حاجة تانية تبوظ منك، لا هاتي حاجة واحدة ماتيريال عالي يعيش معاك العمر. تعالوا بقى نخش على الصواني بتاعة السبونش كيك. والصواني دي يا بنات اختيارية، يعني مش لازم تجيبيها خالص في جهازك لو انت ما بتعرفيش تعملي الكيكة او تعملي السبونش كيك. السبونش كيك اللي هو بتاع يا بنات التورت. الكيكة حاجة، الكيكة اليومية اللي بناكلها مع الشاي دي حاجة، والسبونش كيك دي حاجة. السبونش كيك دي التورتاية قبل ما بنحط عليها كريم شانتيه. بصوا بقى، انا جايبة 3 مقاسات. خلاص انت ممكن تستكفي بمقاس واحد، يعني تشوفي كده مقاس يناسبك، يا سواء يعني صغير او وسط تجيبيه في جهازك. بس انا جايبة التلاتة. تمام، انا جايبه التلاتة ليه؟ لان انا جايبه الحامل اللي هو بتاع تقديم التورته، اللي هو بتاع اعياد الميلاد اللي بتشوفوه في القاعات، ده الحامل اللي هو 3 ادوار. فعشان كده جبت 3 صواني عشان يعني لما يتعملوا على الحامل. هتجيبي برضو عايزه تجيبي واحده او اتنين، تمام مفيش مشكله. تعالوا بقى نخش على طقم البايركس. علشان تجيبي طقم البايركس في منه 3 تكوينات واكتر كمان. يعني في كرتونة بتلاقي فيها صينيتين، في كرتونة بتلاقي فيها 5 قطع زي دي، ده التكوين 5 قطع. دي فيها قاربين وفيها حلة وفيها صينية للبسبوسة او للبيتزا اللي هي الصينية دي. تكوينها 5 قطع. بس اهم حاجة وانتي بتشتري طقم البايركس هاتيه اللي هو الفرنساوي. لو انت مش يعني ما عندكيش امكانيات تجيبه او لقيتيه يعني عالي او كده، هاتي التركي. بس نصيحة مني، خليكي في الفرنساوي، البايركس الفرنساوي. تمام. طيب نيجي بقى لنصيحة تانية. لازم تجيبي الطقم بتاعك يكون ليه يد. هنا عندنا الصينية بتاعة البسبوسة دي مش بتبقى ليها يد. دي صينية مدورة للطرط والبسبوسة والبيتزا يعني لأي حاجة انت ممكن تعمليها. بس لو دخلتي الباقي الطقم هتلاقيه كله بيد، سواء الحلة او الغطا بتاعها او الصواني والقوارب اللي موجودة في الطقم. فنصيحة مني، هاتي الطقم يكون بيد علشان لما تخرجيه من الفرن تعرفي تمسكي من اليدين، او وانتي بتدخليه الفرن ما تضطريش انت تمسكي الصينية من تحت وكده، بجد ما بتبقاش احسن حاجة وبتغلبك يعني. فالنقطة دي خلي بالك منها قوي، لازم تجيبيه بيد. لان في بايوركس في بايوركس يا جماعة ما بيكونش ليه يد، فاستبعديه خالص. طيب ايه تاني موجود غير التكوين اللي هو 5 قطع؟ في تقريبا 7 قطع. يعني الحلة دي بتبقى حلتين ملهاش لازمة، هي كفاية حلة واحدة في مطبخك. ممكن تعجني فيها كيكات، تعجني فيها نص كيلو دقيق لو هتعملي قرص ولا حاجة، وتخمري فيها. يعني بما انها كمان لها الغطا بتاعها، ممكن تعملي فيها ام علي، رز معمر، تعملي فيها طواجن، تحطي فيها لحمة ببصل، اي حاجة هتعمليها في الحلة دي. كمان الغطا بتاعها بتستخدميه زي مقلاية، ممكن تسخني فيه فول او تعملي فيه بيض، فهو بيتحط على النار. بس اهم حاجة ما تعرضوش للساقع. طب هنجيب كام طقم؟ هو طقم واحد. سواء هتجيبي الكرتونة اللي فيها قطعتين هتجيبي برضو كرتونة واحدة، او هتجيبي الكرتونة اللي فيها 5 قطع برضو هتجيبي واحدة. فالبايركس يا جماعة من اول صينية
لغايه كرتونه، لكن مش هتجيبي كرتونتين. يعني انت قصدي انت لو ما عندكيش امكانيات ممكن تجيبي صينيه واحده بايركس. لو عندك امكانيات هاتي الكرتونه على بعضها اللي فيها 5 حتت اللي انا بوريها لك دي. مش هتزودي عن كده، مش هنزود عن كده. خلاص. طبعا طريقه استخدامه لازم تكوني عندك حرص وانت بتستخدميه. هو حلو قوي قوي، وطبعا ده ازاز، فبالراحه كده عليه وانت بتستخدميه. بس اهم حاجه يعني مش هينفع بصوا يا جماعه، الصينيه دي لما انا بكون عامله فيها حاجه وعايزاها تغلي، يعني حاجه مثلا زي الطواجن، وعايزاها تغلي على النار من فوق علشان ما عنديش وقت قبل ما احطها الفرن، علشان ما تاخدش وقت في الفرن، فانا بحطها على العين من فوق بتغلي عادي ما فيش مشكله. تمام. وبتدخليها الفرن. انتوا سامعين بقول ايه؟ ركزي في اللي انا بقوله لك ده. يعني انا حطيت الميه في الصينيه على البارد، او انا حطيت محتويات الطاجن بتاعي على البارد، قلبته كله على البارد وحطيتها تاخد غلوه ودخلتها الفرن. لكن مش هينفع انك تحطيها على النار، تحطي فيها بصلايه او تسخني فيها حاجه او تحمري فيها حاجه وتقومي طش عليها حبه ميه ساقعين. كده بقت في ذمه الله هتفرقع منك وش، مش هتقعد معاكي ثانيه، هتفرقع منك. انتوا فاهمين قصدي؟ لازم تتعاملي معاها بحكمة. ما تحطيش فيها اي مية ساقعة طالما الصينية سخنة، ما تحطيش نقطة مية ساقعة. انتوا فاهمين قصدي؟ والله يا جماعة انا عندي الطقم ده انا جايباه لبنتي، وفي نفس اليوم كنت جايبه واحد ليا واحد ليها. بتاعي انا بستخدمه من 5 سنين، تحفة بجد. يعني ما تخلوش سخن لسه طالع من الفرن وتحطيه على الرخامة ساقعة هيفرقع. لازم تحطيه على كوستر او على كتاب او على الفوطة بتاعة المطبخ، او تطلعيه من الفرن تحطيه على عين البوتاجاز. عين البوتاجاز ما بتبقاش ساقعة. او تسيبيه في الفرن كده 5 دقايق او مثلا 3 دقايق ولا حاجة، الصينية تهدى، وبعدين طلعيها حطيها على الرخامة عادي. ما تعرضيش الطقم ده للساقع لاي حاجه ساقعه عشان ما يفرقعش منك. غير كده هيقعد معاكي والله العمر كله. بس حافظي عليه واستخدميه كده، يعني ايه زي ما قلت لك. وفي نفس الوقت ده ساعه التقديم بيبقى حلو قوي. يعني جالي سؤال برضو امبارح، متابعه ليا قالت لي انا جايبه الالومنيا وجايبه الجرانيت، صواني الالومنيا والجرانيت، فاجيب البايركس ولا لا؟ لان ماما بتقول لي بجد حرام، فبلاش تجيبي البايركس. فانا قلت لها بصي هما الطقمين كفايه قوي، يعني حلوين قوي في المطبخ، بس عشان ما يبقاش نفسك في حاجه هاتيلك صينيه واحده بايركس بس تكون بيد. طب هل في صواني فرداني بتتباع؟ ايوه في صواني فرداني بتتباع. هاتيلك صينيه واحده، بحيث ان البايركس ده لما بيتحط على السفره وانت عامله فيه مكرونه بشاميل بيبقى تحفه، عشان هو شفاف فبيبين الحاجة اللي جواه. لو عاملة طاجن لحمة، لو عاملة تورلي، لو عاملة اي طواجن في الفرن، بيبقى حلو قوي. ساعة التقديم بتاخديها بحالها كده تحطيها على السفرة وتاخدي منها، فبتبقى حلوة. مش هقول لكم استغنوا عن الطقم ده، لا لازم تجيبوه، بس ممكن تجيبوه بتكوين اقل وحسب امكانياتك. يعني لو رسيتي انك هتجيبي صينية واحدة بس لازم تكون بيد، هاتيها. بس لازم يا بنات تجيبوا الفرنساوي، صافي حلو قوي ما فيهوش فقاعات. وانك تتاكدي كمان ان هو فرنساوي، هتلاقي الحرف بتاعه، يعني كل ما انت ماسكه الطقم في ايدك، الصينيه في ايدك، تلاقيها بتدوي ازرق. الحرف بتاعها بيقلب معاكي ازرق زي رقبه الحمامه كده. بس كده ده كده بالنسبه للبايركس زي ما قلت لك. هتجيبي من اول صينيه لغايه كرتونه، يعني من اول صينيه لغايه ايه، صينيتين، صينيتين وحله، بس مش هتكتري عن كده، ما لهمش لازمه. والطقم ده فيه صينيه البسبوسه حلوه قوي، 5 قطع حلوه قوي. نصيحه مني ما تجيبيش التكوين الاكبر من كده، لان هتركنيه في المطبخ ومش هتستفادي بيه. وهنستكمل اساسيات المطبخ. بصي بقى يا حبيبه قلبي، لو انت هتجيبي حلل في جهازك، فانا برجح انك تجيبي 3 اطقم حلل. اول طقم طبعا الجرانيت لازم تجيبيه، وبعد كده بعد الجرانيت هتجيبي الطقم اللي هو الاستانلس، وبعد كده هتجيبي طقم ألمونيا. لو انت حابة تجيبيه هاتيه، لو انت مش حابة ممكن تستغني عنه، بس انا نصيحة مني
هاتي الطقم الألمونيا هينفعك كتير جدا جدا علشان الحلل الكبيرة اللي موجودة فيه. ولو هتجيبيه هاتي الشاورما. طيب طقم الجرانيت، ايه افضل طقم جرانيت في السوق ممكن تجيبيه ويعيش معاكي وهيبقى سهل في الاستخدام ومش هيتعبك وهتغسليه وتدعكيه ومش هيقشر معاكي؟ هو طقم سافلون. طقم سافلون طبعا عرضته قبل كده على القناة، وال طبعا جالي السؤال ده، فانا حبيت اعمل لكم فيديو تاني بكل اساسيات المطبخ بالاعداد المطلوبة. هتجيبي يا حبيبة قلبي طقم الجرانيت زي ما انا بقولك كده، وبما انك هتحطي الاف فيه فهاتي طقم يكون محترم. تمام. انا بنصحك تجيبي السافلون، وهو ده اللي موجود قدامك ده السافلون المربع اللي هو يد استانلس. لو هتجيبي طقم جرانيت ما تجيبيش طقم جرانيت بيد بقلايت او البلاستيك اللي بتتحرق. هتجيبي الطقم بتاعك هاتيه منه فيه، او هاتي الطقم اللي انا بعرضهولك ده اللي هو سافلون بيد استانلس، علشان مهما يعني تشتغلي فيه اليد بتاعته ما تتأثرش وما ترجعش تتحرق معاكي، واستخدامه بيكون كويس، وممكن تدخليه الفرن ويعني تعامليه معاملة الطاجن. تمام. بيكون تكوينه الطقم اللي انا بعرضه لكم ده تكوينه 10 قطع في 4 حلل ومقلاية وطاجن. وكل طبعا قطعة موجودة في الطقم عليها الختم بتاع سافلون. ولو انتي قلبتي الحلة من تحت كده هتلاقي مكتوب عليها سافلون ميدن ان تركيا، ولازم يكون مكتوب عليها ميدن ان تركيا، ومكتوب على اليد بتاعة الطاسة او المقلاية، ومكتوب على اليد بتاعة الحلل. كل حلة مكتوب عليها في اليد اليمين واليد الشمال، مش مكتوب لا دي مفحور عليها كلمة سافلون. تمام. وده الطقم الجرانيت. لو انت حابه تجيبي ستافلون هاتيه، ما عندكيش امكانيات ممكن تجيبي اي طقم جرانيت. وطبعا الجرانيت بيبتدي اسعاره بتبتدي من 2000 ونص، بس طبعا الغالي تمنه فيه. هنيجي بعد كده بقى بعد ما يعني خلاص بقى انت عرفتي ان لازم تجيبي طقم جرانيت، طقم واحد يا بنات مش اكتر من كده. هنبتدي بقى ايه نشوف الطقم التاني اللي هو برضو اساسي في المطبخ، والطقم ده طقم الاستانلس. طبعا الاستانلس فيه انواع كتير جدا، في المصري وفي المستورد، يعني في المحلي والمستورد. انا بحب وبرجح دايما التركي، المستورد التركي. التركي حلو قوي لاني انا استخدمته واستعملته في مطبخي، ولما جبت لبنتي فانا جبت لها برضو التركي. التكوين بتاعه بيكون 10 قطع، يعني اقل طقم بيكون 10 قطع في 5 حلل و5 غطيان، وادي الطقم بتاعك. لكن انت لو مش عايزه تجيبي كنك فرداني او براد، ممكن تجيبي التكوين الاعلى من ده. يعني طقم الحلل ده 10 قطع، ممكن تجيبي اللي هو بيبقى 13 قطعه، بيكون نفس الحلل دي بالظبط الخمس حلل، بس بيكون في زيادة بقى عليه طقم كنك وبراد وتقريبا مقلاية. يبقى كده انتي وفرتي حق المقلاية، ووفرتي حق البراد، ووفرتي حق طقم الكنك، وجبتي الطقم بتاعك طقم كبير فيه، يعني اللي هو بيكون التكوين بتاعه اكبر من اللي انا بعرضه لك دلوقتي. لو مش حابة طبعا هتجيبي التكوين ده طقم حلل عادي خالص، وهتجيبي انتي فرداني البراد، وهتجيبي المقلاية، وهتجيبي طقم الكنك. المقلاية الاستانلس مش ضرورية خالص في جهاز العروسة. المقلاية الاستانلس يعني ممكن ما تجيبيهاش، وهتجيبي طبعا طقم يعني طقم طاسات جرانيت. خليكي معايا وهوريك انا جبت ايه. طبعا وانت بتشتري الاستانلس لازم تجربيه وتتأكدي ان الاستانلس بتاعك ما بيلقطش في المغناطيس. وده كان الطقم بتاعنا التاني اللي لازم تجيبيه، ما ينفعش تستغني عنه في جهازك. هتجيبي طقم جرانيت واحد، وهتجيبي طقم ستانلس ستيل واحد. انا هنا حابه ان انا اوزن لكم يعني كل طقم وزنه قد ايه. بصوا القطعم دي وزنها 15 كيلو ونص، 15 16 كيلو الا ربع. كل طقم موجود معايا انا وزنته ولقيتهم كلهم بنفس الوزن ده، مش يعني هم كلهم الوزن بتاعهم رايح ل 16 كيلو. تالت طقم
المفروض تجيبيه فهو طبعا الألمونيا. طيب انت ما بتحبيش الألمونيا، انت وراحتك، لكن انا بديكي نصيحة يعني عايزة افيدك اكتر، يعني على قد ما اقدر. طقم الألمونيا بالذات الشاورما مفيد جدا في المطبخ. يعني انت لو رحتي جبتي طقم ألمونيا اللي هو بيكون يد بيدين، انا ما انصحكيش بيه خالص، لان انت جايبه طقم ستانلس وجايبه طقم جرانيت، فمش فارقه لما تجيبي برضه طقم ألمونيا بيد. لا، احنا عايزين طقم ألمونيا شاورما. ليه انا بقولك كده؟ بقولك كده علشان الشاورما هي اللي هتنفعك في العزومات. بصوا بقى، طقم الألمونيا اللي هو بيكون بيد ده اكبر مقاس فيه مقاس 30، فمقاس 30 ده بيكون صغير جدا، مش هياخد معاكي رز ولا محاشي ولا للعزومات ولا للمناسبات، ولا يعني الكميات الكبيرة مش هتنفع يعني آه خالص نهائيا فيه. فهتضطري برضو تستلفي حلة كبيرة او حلتين عشان تقضي العزومة بتاعتك او المناسبة بتاعتك. فانا بقولك هاتيه في بيتك، هيبقى يعني هيقضي الغرض. الحلل الصغيرة تستخدميها، الحلل الكبيرة هتشيليها في المطبخ كده من فوق، وقت ما تحتاجيها هتنزليها ومش هتطلبي حاجة من حد، وهيستر بيتك. ويكفي ان انتي مش هتطلبي حاجة من حد، فاهماني؟ طبعا الحلل الكبيرة بتاعة الطقم ده الشاورما بتكون كبيرة جدا. عارفين انتوا الحلل الكبيرة قوي بتاعة المحاشي والافراح والرز بلبن اللي تاخد 5 كيلو رز. فانا شايفة ان لازم تجيبيها. وعن تجربة يا بنات، عن تجربة، انا شفت عروسة والله كان عندها مناسبة وما كناش لاقيين حلة كبيرة واضطرينا نستلف. طيب هتقولي هجيب الحلة الاستانلس؟ لا، الاستانلس هنجيبها بس مش هتنفع برضو للمحاشي والرز بلبن والرز العادي، علشان الاستانلس الكميات الكبيرة فيه بتتحرق. طيب هنيجي بقى كده لأهم برضو حاجة في المطبخ، وهنخش عليها. بس عايزة اقولك انا دلوقتي جبت قلتلك طقم جرانيت، طقم استانلس، طقم ألمونيا. انتي حابة تزودي زودي، عندك امكانية تزودي زودي، لكن لو مفيش امكانية هم التلات تطقم وشكرا على كده. طيب الحاجة بقى اللي موجودة معايا بعد كده الحلة بتاعة المكرونة، ودي لازم تجيبيها، ما ينفعش تستغني عنها. ليه انا بقولك لازم تجيبيها؟ اول حاجة، انت بتستخدمي الحلة اللي هي الاساسية دي، بتستخدميها كحلة. هي بتكون طويلة بالشكل ده، بتكون كده عاملة زي الماسورة طويلة. بتستخدميها للسليق، ممكن تسلقي فيها كمية كبيرة من اللحمة، الفراخ، الوراك، مثلا لو هتعملي كوارع هتقعد مدة على النار. فالستانلس حلو قوي في السليق. كمان معاها المصفى الكبيرة اللي ممكن تصفي بيها فيها كميات الرز الكبيرة في المحاشي في العزومات. والمصفى الصغيرة طبعا ممكن تستخدميها برضو في المطبخ، لكن هي استخداماتها في الحلة نفسها، المصفى الكبيرة لسلق المكرونة، والمصفى الصغيرة لعمل الخضار السوتيه للتسوية بتاعته، وكمان بتعملي فيها الكسكسي والمخروطة. بنجيب واحدة بس يا بنات، لاني شفت بنات كتير قوي جايبة اكتر من واحدة. واحدة بس كفاية، ووزنها 4 كيلو و130 جرام. بقولك على الوزن علشان ما تتغشيش وتجيبي حاجة تقليد تكون خفيفة. الحاجة اللي بعد كده الحلة بتاعة العزومات. الحلة دي اسمها زانوكي، وعايزة اقول لكم برضو الحلة بتاعة المكرونة دي تركي، برضو مكتوب عليها ميدن ان تركيا، على المغناطيس ما بيمسكش فيها خالص. الحلة اللي قدامكم دي حلة زانوكي، دي حلة العزومات. وزنها اللي هي 40، مش وزنها الساعة بتاعتها 40 او مقاسها 40. مش احنا بنقول مقاس الحلل في الأطقم بنقول أكبر حلة 28 أو 30؟ دي مقاسها 40، مقاسها 40. مترقم عليها كده المعيار بتاعها. ليها اليد الاستانلس زي ما انت شايفة كده، ما فيهاش أي مسمار جوه. ما بيلقطش فيها المغناطيس خالص، لا في الجناب ولا في اليد ولا في الغطا ولا في القعر من تحت ولا أي حاجة. وزي ما قلت لك دي الزانوكي. لازم تجيبي حلة للعزومات. طبعا دي بنجيبها علشان لو عندك كمية كبيرة، يعني عندك عزومة بتسلقي كمية كبيرة من اللحمة أو الفراخ
او بتسلقي كرنبايه كبيره قوي، فدي بتنفع كويس قوي، لان غسيل الاستانلس سهل عن الألمونيا. لكن الألمونيا بنحب نجيبه للعزومات علشان حلل المحشي الكبيرة وحلل الأفراح ولو انت عاملة نادر وبتعملي رز بلبن، او مثلا عندك سبوع او حاجة وبتعملي كميات، فالألمونيا حلوة قوي قوي في التسوية. كمان الحلة الشاورما مفتوحة كده وبتاخد كميات مهولة. انا بس بقولك دي هتستر بيتك، هاتيها وعلى ضمانتي. طيب هنا بقى يبقى احنا جبنا حلة واحدة للعزومات. تعالوا بينا نخش على المقلايات. بصي يا حبيبة قلبي، أول حاجة بتجيبي طقم مقلاية أو طقم طاسة ألمونيا. تمام، ده أنا لسه هجيبه، ما جبتوش كده مش عارضاه معاكم. بعد كده بتجيبي طقم مقلاية جرانيت. الطقم اللي معايا ده جرانيت، أنا جيت أجيب الجرانيت التركي. المعرض، صاحب المعرض قال لي خليكي في الطقم ده حلو قوي قوي، فأنا بصراحة جبته. اليد بتاعته بقلايط. الجسم بتاع المقلاية خارج كده شوية، يعني مش هتتحرق، يعني اليد منها فيها. تمام. 3 قطع زي ما انتم شايفين. ودلوقتي بقى يعني انا كده المقلاية انا جايبة طقم وهجيب طقم ألمونيا. تمام، يبقى طقمين، طقم جرانيت وطقم ألمونيا. والوك انا جايبة وك جرانيت للاكلات السريعه والكبده والسجق والحاجات دي ان شاء الله. وجايبه الوك اللي هو نوفيل ده، علشان يعني للبهدله بقى الآلية بتاعت البطاطس والفراخ والكلام ده كله، يعني عشان ما تبهدلش اللي هو الوك الجرانيت. يعني قلت لها خلي وك عندك للاكلات السريعه وحافظي عليه، والوك التاني للبهدله بقى والآلية وكده. وكان كنت عارضه لكم دلوقتي الطاسه بتاعه الكريب، برضو دي تركي، بتجيبي برضو واحده. يعني بتجيبي وok غالي، وبتجيبي وok يكون متوسط السعر، وبتجيبي طاسة للكريب. انا ماشية معاكي اهو، بقولك الاعداد واحدة واحدة. طبعا الطقم بتاع الكسرولة ده طقم كسرولة بغطا، ده الكوبي بتاع الدهان، ده سعره 350 جنيه. حلو جدا جدا، هيقضي معاكي الغرض. وهتجيبي كرتونة واحدة، والكرتونة فيها 3 طاسات، واحدة بتاخد كيلو لبن، والتانية بتاخد 2 كيلو، والتالتة بتاخد لها حوالي 2 كيلو ونص أو 3 كيلو. وآدي الأطقم بتاعتنا، ما تنسوش اللايك. وطبعا يا بنات، من أساسيات المطبخ لازم نجيب الأطباق والسرافيس الاستانلس. معايا هنا 3 أطباق للفتة. ده كده على هيئة سيرفيس، بس بيكون مدور غويط شوية لتقديم الفتة في الأعياد والمناسبات أو في العقيقة. وعندي هنا طقم سيرفيس مكون برضو من 4 قطع، هو الأساسي بتاعه بيكون 3، لكن أنا جايباه 4 قطع، يعني مزودة سيرفيس زيادة. وسعره هتلاقوه يعني أنا كنت جايباه في حدود 350 جنيه في الوقت اللي أنا اشتريته فيه. ده اللي أنا كنت مزوداه، اللي هو الحجم الكبير. طبعا استخداماته في العزومات بتكون حلوة قوي، بتقدمي عليه المشاوي والمحشي والحاجات دي كلها، ولو في فراخ يعني شويها سليمة ديك رومي، بيكون استخداماتهم حلو، وتنظيفهم كمان جميل جدا وسهل، سهل جدا عن اي حاجة تانية، وما بيتكسرش. فانا بصراحة يعني بنصحك تجيبي السرافيس دي. طقم العجانات 3 قطع استانلس. العجانات بنجيبها، يعني احنا اكيد جايبين في جهاز العروسة العجانات البلاستيك، ولكن مفيش غنى عن العجان الاستانلس، لان العجان ده هيبقى للمعجنات. طبعا البلاستيكات ممكن تعملي فيها اي حاجة، بس في حاجات كده ما ينفعش تعمليها الا في الاستانلس. يعني العجن، لو هتعملي كيكات فبيكون افضل تعمليها في الاستانلس، انضف شويه، وكمان استخدامه حلو وغسيله حلو او تنظيفه حلو، وبيقعد معاكي العمر. لكن البلاستيك بيبقع وبياخد من لون الحاجه اللي انت عاملاها، وبعد فتره بتلاقي لونه غير. سعر ال3 عجانات دول هتلاقيهم برضو 350 جنيه. الاطباق الاستانلس مفيش غنى عنها في المطبخ، مهما جبتي بقى اركوبال او اركوبايركس او ميلامين او صيني، الاطباق الاستانلس دي مفيش غنى عنها، لازم تجيبيها. بس النهارده بقى الفكره الفكره اللي انا جايباها لك، اللي هو مش اي اطباق هتجيبيها، يعني مش كل الاحجام هتجيبيها وكل الاشكال هتجيبيها
وفي احجام وفي اشكال بتكون رديئه جدا واستخداماتها وحشه جدا. لما تيجي تشتري الاستانلس لازم يكون ليه حرف تشيلي منه، لان الاستانلس لو في حاجه سخنه هتلسعك وهيبهدل الدنيا. لان انا بشوف اطباق عامله زي البوله بتاعه العجن بس صغيره، بجد استعمالاتها وحشه جدا، فبلاش منها. زي ما انت شايفه كده انا جايبه الاطباق اللي هي الصغنطوطه، اللي ايه، عارفين اطباق المطاعم لما بتروح تخشي مطعم كبده او الشرقاوي، او مثلا المطاعم بتاعه الجمبري. جايبه انا الاطباق دي. الاطباق بتكون صغنطوطه كده، في نفس الوقت انت ممكن تقدمي فيها مخلل وتقدمي سلطات، فبيكون بجد استعمالاتها حلو والتقديم فيها شيك وجميل. جايبه منها المسلطح، وجايبه الغويط شويه. انا جايبه المسلطح الكبير بتاع الرز، وجايبه الصغير بتاعه اللي هو قدامكم ده، وجايبه الكبير بتاع الطبيخ وبتاع الخضار، وجايبه الصغير اللي هو اللي قدامكم ده. بس كده، ما تزوديش عن كده، ولا تجيبي اطباق غويطه وعامله يعني، بجد بتبقى رديئه جدا. لازم تمسكي الطبق من تحت، وفي الحاله دي انت مش هتستعمليه لان بيشيل حراره جامده. بصوا بقى، ده الطبق بتاع الخضار، الطبق الغويط. شايفين الحرف بتاع الطبق؟ انا بشيل منه الطبق، بيكون استعماله حلو مهما يكون الحاجه سخنه. شايفين ليه حرف حلو؟ لما تجيبي الاطباق دي حاولي تنقي حاجه يكون ليها حرف تشيلي منه. ده الطبق بتاع الخضار الكبير، وطبعا انا جايبه منه الطبق الصغير اللي لسه موريهولكم ده للسلطه. وانا جايبه الستات، يعني جايبه 6 من كل حجم. بتاع الخضار ده جايبه منه 6، والاصغر منه بتاع السلطه جايبه منه 6، وجايبه برضو 6 للرز ده هتشوفوهم دلوقتي، وجايبه 6 الصغيرين اللي هم للمخلل. طيب الحاجات دي يعني انا لازم استعمل الحاجات دي زي ما انت بتقولي؟ لا طبعا، انت ممكن تحطي اي حاجه. انت ممكن تستعملي الاطباق بتاعه المخلل الصغنطوطه دي للملوخيه، لشوربه لسان العصفور، لاي حاجه. ممكن الاطباق اللي بقولك عليها للسلطه تحطي للمخلل، تحطي انت فيها سلطه، تحطي فيها اي حاجه، تقدمي عليها كبده بانيه، تقدمي عليها زي نظام المطاعم كده. يعني ساعات احنا بنعمل الاكل بيبقى عايزين نقدمه بشكل المطعم. الاطباق دي بجد هتديكي نفس بقى الاحساس، نفس الشكل. بس هاتي الاحجام اللي انا بقولك عليها. شايفين ده طبق الرز، وده الطبق الصغير بتاعه. انا حابه انا اوريكم المقاسات عشان ما تتلخبطوش. بس ما تجيبيش حاجه تاني، اوعي تجيبي اشكال والوان واحجام، لا كفايه كده. هتجيبي 6 رز، وهتجيبي 6 خضار اللي هو الطبيخ، وهتجيبي الاحجام اللي هي متوسطه. انا بشوف في اطباق للطبيخ بيجيبوها بتكون كبيره قوي كده. لا دلوقتي بقى يعني ايه، عشان الغلا اللي احنا فيه وكده، كل حاجه كده هاتيها محندقه، تمام، عشان حتى وانت بتقدمي ما تاخدش معاكي حاجات كتير. يبقى هنجيب 6 للرز، وهنجيب 6 للطبيخ او الخضار، وهنجيب 6 صغيرين للسلطه مسلطحين، وهنجيب 6 غواط برضو صغيرين لتقديم الملوخيه ولتقديم المخللات. عايزه اقول لكم بقى للامانه، الثلاث انواع دول اللي هو بتاع الخضار والاثنين الصغيرين دول ماركه واحده، اللي هي الماركه بتاعت الكرتونه. خديها سكرين واسالي عليها، تحفه. ما لقيتش منها رز، الحجم بتاع الرز، فجبته من ماركه تانية، بس برضو جبته على المغناطيس واختبرته قبل ما اجيبه علشان اضمن ان هو ايه، استانلس صافي. دي الاحجام اللي موجوده معايا، شايفين اتحطوا جوه بعض كده ولا اكن في حاجه موجوده اهو. الاطباق اللي بتكون غويطه دي يا بنات بلاش منها. عايزه اقول لك كل الاطباق دي بادئه سعرها مثلا من 20 جنيه وانت طالعه. يعني الصغير ده ممكن يعمل طبق 20 جنيه، اللي اكبر منه شويه ممكن يعمل له مثلا 25، الكبير خالص ممكن يعمل له ايه، مثلا 26 جنيه حاجه زي كده. اهي حبيت اوريكم برضو الفكره بتاعه الاطباق عشان تاخدوا بالكم من الاحجام. هنخش دلوقتي بقى على شويه رفايع كده، يعني لازم منها في المطبخ. اول حاجه الهون. الهون لازم تجيبيه، طبعا ما بنستخدموش كتير، مش هنكدب على بعض، بس لازم تجيبيه. الكبه دلوقتي غنتنا عن موضوع الهون، بس ما فيش غنى عنه في جهاز العروسه. طبعا في منه الاستانلس بلاش تجيبيه نهائي، ما بيضرب يعني، مش هيفرم معاكي الثوم، والبلاستيك مش هيعمل معاكي حاجه، والجرانيت بيتكسر بسرعه. والالومنيا والنحاس هم افضل حاجه. النحاس طبعا مش موجود دلوقتي، هتلاقيه يعني بيتعمل بالطلب، والالومنيا ده هتلاقي سعره 70 80 جنيه،
فهاتيه. بحيث لو في عندك سبوع، في عندك حاجه، ما تستلفيش الهوندا ده، بيجي كده ايه للمناسبات، بتشيليه في المطبخ لوقته. والحامل بتاع الصواني ده لازم منه، لازم تجيبيه علشان اطقم الصواني بتاعت التقديم لكل عروسه بتحط على الرخامه، حطي عليه صواني التقديم. هاتي منه 2، واحد بس مش هيقضي، هاتي 2. كمان لو عندك مكان وعايزه تعرضي السرافيس بتاعتك ممكن تعرضيها على الحامل ده قدام بعض كده، الاربعه قدام بعض الطقم بتاعك. الحامل ده كان سعره 50 جنيه. وطبعا الكوبايه الاستانلس دي تحفه يا بنات، لازم تجيبي منها 2. انا جايبه 2 بس، اللي معايا في الفيديو دلوقتي واحده. جايبه الحجم ده وجايبه الاكبر منه شويه. سعر الحجم ده كان تقريبا 65 جنيه. وطبعا المنظم بتاع المعالق السيليكون والمعالق الخشب مفيش غنى عنه برضو. بلاش البلاستيكات والمنظمات اللي هي بتبوظ بسرعه وبتتكسر دي. طبعا المنظم ده للاسباتيولات والمعالق الخشب، يعني هو بيكون عالي شويه، فمش هينفع نحط فيه المعالق بتاعه الاكل، هتسقط جوه. ده بيكون للاسباتيولات زي ما أنا قلت لك كده، والحامل بتاع الزيت والحاجات دي اللي هي طويله شويه. ده استانلس على المغناطيس وسعره 130 جنيه. وعلى المغناطيس يا بنات لازم يكون على المغناطيس عشان ما يصديش منك على الرخامه. وليه يعني خروم من تحت كده عشان تصفي الميه. طبعا ده الحامل بتاع المجات. المجات بيجي معاها حامل كده، بيكون رديء جدا، بيصدي، بيكون خفيف، وكل شويه تلاقي ايه المجات اتقلبت منك على الرخامه. ده تقيل وشبح كده، ماسك نفسه كده، بيتحط على الرخامه كده شكل ومنظر، وتقيل. وكمان على المغناطيس مهما يعني تجيب عليه ميه مش هيصدي. سعره كان 130 جنيه. والحاجات دي كلها يا بنات اللي في الفيديو كلها جايباها من درب سعاده في العتبه، للناس اللي عايزه تعرف المكان. ده قسط كده معمول او علبه للسمنه على شكل قسط اللبن. طيب العلبه دي هحطها على النار هقدح فيها السمنه؟ لا يا بنات، لا. ده انت السمنه بنقدحها في حله ألمونيا، بناخد منها المرطه ونحطها نكبها في قلب العلبه الاستانلس دي او القسط بتاع السمنه ده، وبعدين حطيها في التلاجة بقى من السنه للسنه، يقعد عندك مش هيجرى له حاجه. ممكن تخليها لو في الشتاء، خلي السمنه بره برضو بره التلاجة ومش هيجرى لها حاجه. غطاه محكم جدا، مش هيدخل هوا على السمنه. بتحس ان غطاه كده شفط هوا كده، ضغط كده، وانت بتشديه وبتحطيه تحس ان هو ضغط جامد جدا وانت بتدخليه كده، فعشان ما يدخلش معاكي هوا لاي حاجه انت حطاها جوه القسط ده. وسعره كان 300 جنيه. وده استانلس على المغناطيس، ما بيتحطش على النار يا بنات، بنحفظ فيه السمنه بس. شايفين الغطا بتاعه محكم اهو. لكن في حله للسمنه انا ما عجبتنيش بصراحه، بتكون زي الحله العاديه، غطاها مش محكم فما عجبتنيش، فده انا شفته عجبني جدا فجبته. ودي كانت شويه رفايع كده. وتعالي بقى نشوف المعالق الفرداني. مبدئيا انا جايبه شنطه المعالق. شنطه المعالق يعني في ناس دلوقتي بيقولوا هي مش اساسيه، فبيبعدوا عنها علشان طبعا طالع كده الاستندات والبيضه والحاجات اللي بتتحط على الرخامه بيكونوا ستات، يعني ست معالق كبار، ستة صغيرين. فانا ما حبيتش بقى الموضوع ده، فانا جبت شنطه المعالق والامانه انا جايباها من فتره، فكان سعرها كان يعني رخيص عن دلوقتي كتير. فهي موجوده عندي. انا جبت لها بقى المعالق الفرداني. ولازم المعالق الفرداني، يعني لازم تجيبي معالق فرداني حتى لو جبتي الاستند على الرخامه او لو جبتي شنطه المعالق. المعالق الفرداني هتجيبي 6 من المعلقة الكبيرة، و6 من الشوكة الكبيرة، و6 من المعلقة الصغيرة، و6 من الشوكة الصغيرة، عشان مش كل شوية هتروح تطلع هي شنطة الحاجة اللي في شنطة المعالق وكده يعني. بصوا بقى، انا ضد فكرة يعني ضد فكرة ان شنطة المعالق تتركن. بس شنطة المعالق بيكون كلها سكاكين وحاجات، يعني كماليات كده ما بنحتاجهاش. هي الخلاصة بتاعتها في قلبيها 6 معالق كبير، و6 معالق صغيرة، و6 شوكة كبيرة، و6 شوكة صغيرة. دول أساسيات شنطة المعالق، دول اللي ممكن تطلعيهم تحطيهم في درج المطبخ. طيب لو انت عندك عزومة وعندك ضيوف اكتر من ال 12 فرد، فانت هتعملي ايه؟ فلازم تجيبي برضو المعالق الفرداني، علشان لو في عزومة او مناسبة وال 12 معلقة مش هيقضوا. انتوا عارفين الشوك استعمالاتها قليلة،
لكن المعالق استعمالاتها طبعا كتير، محدش بيستغنى عنها. فبما اننا هنجيب بقى معالق، فهنجيب المعالق الصغيره والكبيره والشوكه الصغيره والشوكه الكبيره. اسعارهم ايه؟ المعالق الكبيره والشوكه الكبيره كان الطقم منهم ال 12 منهم ب 150 في الوقت اللي انا اشتريته فيه. والمعالق الصغيره والشوك الصغيره سعرها بيقل 10 جنيه عن الحاجه الكبيره، عن المقاس الكبير. حبيت اعمل لكم الكيس كده علشان تشوفوا الفورمه بتاعه المعلقه. كمان عايزه اديكي برضو ايه نصيحه كده. لو انت جايبه شنطه المعالق او الستاند بتاع المعالق اللي بتحط على الرخامه، وهتجيبي المعالق الفرد، اخلفي. يعني ما تجيبيش المعالق كلها شكل بعض، لان موضوع العزومات ده بيكون يعني ايه، يعني حالات طارئه. بيكون كل فين وفين لما بيكون في عزومه او يكون في مثلا مناسبه. فهاتي شكلين مختلفين علشان يبقى عندها تغيير، شويه تقدم الشكل ده وشويه تقدم الشكل ده. تمام. برضو يا بنات بكرر اقول لكم من ضرب سعاده في العتبه كل الحاجات اللي انا شارياها دي. طيب هنيجي كده طبعا على اساسيات المطبخ برضو اللي مش هينفع نستغنى عنها، وهي البراد واللبانه وطقم الكنك. طبعا دلوقتي ما بقاش حد يجيب البراد الالومنيا خالص، ما حدش بقى عنده صحه يدعك والغسيل بتاع الالومنيا بجد بيزهق ومتعب جدا. هو اكتر يعني الحاجه الوحيده اللي بتكون مفيده في الالومنيا عامه صواني الفرن، علشان بتديك نتيجه احسن من اي صواني، واستخداماتها حلوه وتقعد معاك العمر. والحله، طقم الحله بتاع الالومنيا الشاورما لازم تجيبيه برضو. في ناس كتير ما بتجيبهوش، بس بجد هتحتاجيه. لو ما جبتهوش هتخشي من غيره وهتندمي انت ما جبتهوش. طبعا الحلل هعمل لكم بيها فيديو تاني، عشان هقدم لكم طبعا القطم اللي موجوده عندي ونصايح كتير جدا. البراد ده يا جماعه ده تركي، استانلس على المغناطيس 18 على 10، سعره 500 جنيه. طيب دي كده اللبانه برضو تركي على المغناطيس، سعرها 650 جنيه، بتكون سعرها اعلى من البراد. البراد واللبانه ليهم قاعده حراريه زي الحلل، زي تقومه الحلل اللي بنطبخ فيها بالظبط. استعمالاتهم حلوه جدا. طبعا في لبانه بتكون ألمونيا، انا ما انصحكيش بيها، عشان لو سلقتي فيها بيض او سلقتي فيها اي حاجه او بتصيتين كده الاكل، يعني لو عندك طفل وبتعمل له اي حاجه، فالصماد والسمار مكان الغليان بتاع الميه بجد بيبقى متعب ومقرف بنصحك ما تجيبيش اي حاجه ألمونيوم غير طقم الحلل وصواني الفرن. الاستانلس ده طبعا سهل التنظيف، هتغلي فيه اللبن، هتسلق فيه بيض، هتعمل فيه اي حاجه ولونه مش هيغير، وحته اسبونشه كده وحبه صابون مواعين ولونه هيلمع ويرجع، وهيقعد معاك العمر على فكره. طقم الكنك برضو لازم من الطقم الاستانلس. عندي هنا برضو طقم الكنك من نفس الشركه، هو تركي ومختوم عليه من تحت برضو ان هو تركي، و18 على 10 عليه رسومات كده بالليزر. حلو قوي قوي، اليد بتاعته جميله. عايزه اقول لك فيه كنك تركي، لا في كنك للقهوه مش تركي، بيكون مصري، بتكون الايد بتاعته زيها زي الكسرونه، بيكون الايد بتاعته مش نفس الايد دي، مش مختوم عليها الاسم بتاع الشركه دي، عليها 18 على 10 ومختوم عليها ان هي تركي وكل حاجه. فبجد الاطقم التانية اللي بقولك عليها اللي هي الشعبي دي بجد بتبقى وحشه جدا جدا ورديئه، ما تجيبيهاش. فهاتي الطقم ده، اي حاجه عجباكي في الفيديو خديها سكرين، وطبعا روحي اي معرض الادوات المنزليه هتلاقي كل المنتجات دي موجوده فيها. ولو هتروحي درب سعاده بجد هتلاقي كل حاجه كل حاجه هناك، بس اسالي قبل ما تشتري وفصلي قبل ما تشتري. تمام. طبعا الطقم ده بيكون معاه حامل استانلس برضو على المغناطيس، وبيكون فيه 3 قطع، الكنكه الصغيره والوسط والاكبر منها. اليد بتاعته حلوه جدا جدا، بتكون كده جايه مبططه شويه كده، حلوه في الاستخدام قوي قوي. طبعا لو عندك امكانيات ممكن تجيبي الحاجات دي، يعني هاتي الاستانلس وهتجيبي كمان جرانيت، يعني ممكن تجيبي لبانه جرانيت، براد جرانيت، كنك جرانيت. لو ما عندكيش هاتي استكفي بالاستانلس.
الاستانلس اساسي، لكن الجرانيت مش اساسي. الجرانيت يا جماعة بيبوظ وينقر ويقشر من اقل استخدام. تعالوا بينا نروح بقى على مضرب البيض. بصي يا ست الكل، بنوتك لو بتعرف تعمل حلويات وحابه المعجنات والحاجات دي هتيجي، لو هي مش حابه ما تجيبيهوش. لو هي مش هتستخدمه ما تجيبيهوش، لكن لو هتستخدمه هيبقى ايدها ورجلها في المطبخ، طبعا للكيكات والسبونش كيك والحاجات دي كلها. انا عندي هنا المضرب ده، ده مضرب وهاند بلندر الاتنين مع بعض، جايباهم من توشيبا او تورنيدو. السعر دلوقتي 3000 ونص. بيكون مكون او محتوياته بالموتور بالشكل ده، وبيكون الميزه بتاعته ان هو ليه زي فتحات كده بتخرج السخونيه من جوه من عند الموتور. وهنا كده طبعا مكان الهاند بلندر ما بيركب، وفوق مكان المضرب بتاع البيض او بتاع الكيكه. وفي هنا كده لمضه في الجنب لما بتحط الفيشه بتنور، وفي لوحه للتحكم سرعات، يعني سرعة اللي هو الصفر والواحد والاثنين وثلاثة واربعة تقريبا لغاية 4 أو 5 سرعات. وعندك زرار كده بيزود السرعة ديركت، يعني على طول من غير ما تحولي أو تزودي من لوحة التحكم. ده كده العجان. طبعا العجان ده ما بنستعملوش، ده يعني ما بنستعملوش في حاجة. العجان ده اللي هو الستانلس ده السلاح بتاع الهاند بلندر ده. طبعا يعني حاجة مفيدة جدا في الطقم ده او في المنتج اللي انا جايباه. ده السلاح بتاع الهاند بلندر. وطبعا عندنا هنا الاتنين بتوع ضرب البيض او السبونش كيك او الكيكات يعني. زي ما انتم شايفين كده، دي محتويات الكرتونة. وقلت لك هو توشيبا العربي، هتلاقيه في كل المعارض، وهتلاقيه في المعارض بتاعة توشيبا نفسها، وكل المعارض بقى اللي هي بتاعة الأدوات المنزلية. لو ما لقيتهوش شوفي أقرب فرع لتوشيبا هاتيه منه، هتلاقيه يعني موجود على طول. طيب هو ليه غالي كده 3500 جنيه؟ علشان هو معاه هاند بلندر. منتجات العربي حلوة جدا جدا في التصليحات، يعني في الصيانة. لو انت عايزة صيانة بيجولك على طول. لو انت عايزة مثلا تصلحي حاجة بتروحي الفرع بتاعهم، بتقعدي نص ساعة بيصلحوها وتاخديها وانت ماشية، ايا كان انت مودية ايه، مروحة، خلاط، كبة، شاشة، اي حاجة بتاخديها في نفس اليوم. عندهم فريق للتصليح بصراحة جميل جدا، ومعاملتهم حلوة قوي. طبعا ده المكان بتاع الهاند بلندر. هنركب الهاند بلندر مع بعض. بس انا عايزه اقول لكم نصيحه للامانه. انا بعد ما جبته قلت لنفسي طب انا ليه ما جبتش الكبه؟ هتبصوا انا جايبه كبه، يعني جايبه محضر الطعام اللي هو الخلاط والكبه، وجايبه كبه صغيره للثوم بس لوحدها يعني. فانا بعد ما جبت ده قلت طب انا ليه ما جبتش الكبه والهاند بلندر الاتنين مع بعض، بدل ما اجيب المضرب والهاند بلندر. فلو انت هتجيبي هاتي المضرب يكون مضرب بس، وهاتي الهاند بلندر مع الكبة الصغيرة، بدل ما تجيبي كبة وتجيبي هاند بلندر، لا هاتي الكبة والهاند بلندر الاتنين مع بعض. دي نصيحتي ليكي. بيكون افضل، يعني الماسكة بتاعة الهاند بلندر بتكون احلى. تمام. ده كان المنتج بتاعي النهارده بتاع اللي هو من توشيبا. وطبعا عندي الكبه برضو تورنيدو، جايبه الكبه اللي هي ميني كبه الصغيره 400 واط اهي، مكتوب عليها 400 واط. الكبه دي استخداماتها تحفه يا بنات، جميله جدا جدا. بس انا عايزه اقولك على حاجه، حافظي على حاجتك هتقعد معاكي العمر. يعني الكبة دي مخصصة لفرم الثوم، لفرم البصل، لعمل التتبيلة للفراخ والمشاوي والحاجات دي كلها، لكن مش هتضربي عليها لحمة. فاهمين ازاي؟ يعني مش هتجيبي لحمة حتت وهتفرميه في الكبة، هتفرم لك مرة واثنين وثلاثة بس مش هتستحمل معاكي، عشان بس ايه ما تسخنش منك والترس يطير، او الترس يعني ينعم ويبوظ. فلو انت استخدمتيها صح هتقعد معاكي بالامانه العمر كله. الجسم بتاعها اكليريك ضد الكسر، مهما تقع منك ومش بيجرى لها اي حاجه. ليها سكينتين، ليها سكينه بسلاحين،
ودي ميزة في الكبة دي، لان كل الكبات غالبا بيكون لها سكينة واحدة، فدي ميزتها ان هي ليها سكينتين، وطبعا بيكون معاها الموتور بالشكل ده. الموتور ده فيه سرعتين، يعني لما بتضغطي كده بتجيلك اول سرعة، لو ضغطتي جامد بتجيلك السرعة التانية. سعرها دلوقتي 1350 جنيه الكبة دي. الغطا بتاعها بيكون بالشكل ده. تقريبا هي بتاخد كده، يعني الساعة بتاعتها بتاخد حوالي كيلو. زي ما قلت لك كده، ما تعمليش فيها لحوم، ما تعمليش فيها طماطم، الطماطم بتبقى تقيلة، استعمليها في الحاجات الخفيفة، هتقعد معاك العمر والله، ومش يعني عمرها ما هتبوظ منك. كمان هي فيها ميزة، لما بتركبيها وتركبي الغطا وتحطي الموتور بتاعها بتركب على الموتور على طول. شايفين دي السكينة التانية بتبقى منفصلة كده، ساعة الغسيل بقى بتشيليها تغسليها وترجعي تحطيها تاني. قفلة الغطا بتاعتها سهلة جدا. شايفين انا بشوف دلوقتي كبة، يعني انواع كده من الكبة، الغطا عشان تغطي الجسم بتاع الكبة، تفضلي تدوري فين العدلة بتاعته، بصراحة بيكون متعب. وكمان عندك هنا ارقام، وهي متدرجة كده بالمعيار بتاعها. وانتي بتحطي الموتور على الكبة، هتشوفي دلوقتي بتحطيه سهل سهل. بصي، اول ما تحطيه كده، هو ليه زي ايه، مكان اهو ومكان في الموتور، بتعدلي الاتنين على بعض تسقطيهم وخلاص كده شكرا. لكن في انواع كتير بجد الواحد بيفضل يعافر ومعاها ويتخانق معاها عشان الموتور بتاعها يركب. تمام كده. كنت جايباها برضو من معرض توشيبا العربي اللي هو في شبرا، وبرضو هتلاقيها في كل المحلات. وهنيجي كده لأطقم التوزيع والسكاكين. طقم السكينة ده اسمه باص. الطقم ده بيكون استانلس صافي، يعني قطعة واحدة مش متوصل، عمره ما هيتكسر معاكي. مكون من 3 سكاكين كبيرة للمطبخ، وسكينة مشرشرة تقطعي بيها الفينو، تقطعي بيها الكايزر، التوست، الكيكات، التورت، الحاجات دي. ومعاها شطور. دي السكينة الكبيرة بتاعة الطقم. وزي ما انت شايفة عندك هنا سكينتين صغيرين، يبقى كده 3 سكاكين مطبخ. وعندنا السكينة اللي كانت معانا دلوقتي دي مشرشرة للمعجنات والمخبوزات. وفي بقى الساطور بتاع الطقم. والطقم جاي معاه ستاند دوار بالشكل ده. وطبعا الطقم ده كل العرايس دلوقتي وطلع ترند، كل العرايس بتجيبه عشان هو دوار وعشان استخداماته حلوة. شايل السكاكين كده من غير ما تحطيها في الادراج وتعورك، وشكله حلو بجد. ده الشاطور كده، ومعاه طبعا المستحد والمقص.